السلام عليكم حبايب قلبي. ان شاء الله اليوم درسنا يكون الخفاش او الفراش، قسم يسموه هيك قسم يسموه هيك. هاي عندنا 3 امتار، اذا اردان طويله 3 امتار تكفيها، واذا اردان قصيره تجيبون 2.5 راح تطلع عندكم 3/4 اللي هنا. اذا 2 راح تطلع عندكم هي يعني تصير، بس ما راح تصير كلش حلوه، وردانها يصير اقل من النص. نجي نطبق ال 12 3 مترات. هاي صار عندنا هاي 1.5 وذيك 1.5. نجي نطبقها طبقه ثانيه، راح يصير عندنا 4 طبقات 3.5 3 مترات. كلت عندنا. اجي شو اسوي؟ اول شيء اسوي اطلع من هنا الى هنا 8 سنتيم. من هنا الى هنا 8 سنتيم. انزل منها الى هنا من الزاويه الثانيه 3 سنتيم، واحفر الخلف والامام سوا. اجي انزل من هنا هاي النهايه 5 سنتيم، واجي خط بالطريقه هاي من الرقبه الى التاشيره اللي اشرتها 5 سنتيم. اجي شلون اقدر احدد حجم الجسم؟ انا طبعا ماخذ القياسات 100%. اجي ادخل من هنا هاي الزاويه الى هنا 20 سنتيم، خلينا نبقى على هاي الارقام حتى نحفظها. من هنا دخلنا 20 سنتيم، حددت الكتف. اجي انزل 25 سنتيم حتى افوت الايد، لان هذا المكان يظل مفتوح والباقي راح يتخيط. من انزل 25 سنتيم هنا اجي اجر خط بهالطريقه هاي للنهايه، بس ما انا عندي كلش، ابقي مجال تقريبا 15 سنتيم. اذا اريدها مخصره راح ادخل لي 3 سنتيمين 4، خلينا نقول 4، لان هذا قابل للمعرض، براحتنا نقدر نسوي. واكو طريقه ثانيه البنات يسوونه، يخلون هنا حزام، ومن اتجاه ثاني هم حزام، ويرفعون الملابس من وراء ويشدونه، وينزل الملابس على الحزام، بحيث يعني الحزام ما مبين، ويبين عندك الامام متخصر والخلف باقي من غير تقصيره. هم هاي فتفيكه حلوه. هاي عندنا القياسات سويناها. نجي هاي طبعا مثل ما قلت لكم راح يبقى مفتوح. اذا عاجبكم بس منها الى هنا تخلونه مفتوح يصير، اذا عاجبكم هيك تسوونه، مثلا تردون تضاعفونه او ما تردون من تحركون ايدكم تبين، تتركون هنا 15 سنتيم وتخيطونه بهالطريقه هاي. راح يصير عندكم مقبض، بس هذا مجرد خياط، ماكو قص، بس مجرد خياط. راح اوضح لكم اياه مو احسن هيك، يعني ابين لكم انه هذا خياط. هذا بس خياط. نجي شو نسوي؟ من هنا الزاويه الى هنا ندخل 15 سنتيم، ونبدي من النص ندور الى ان نجي لل 15 سنتيم، ندورها بهالطريقه هاي. هسه ادي افصل، طبعا نسيت المقص ما جبته، هسه ان شاء الله اجيبه واجيكم. اجي احفر الرقبه وانزل الكتف، وهاي المنطقه احفرها. هذه راح تكون شكلها. اجي افرق الامام من الخلف. هنا نزلنا 3 سنتيم، نرجع نكمل على 3 سنتيم 12 حتى يصير عندنا الصافي 15. 12 سنتيم نزلت، وهي الثلاثة ذي صار عندي 15 سنتيم. اجي احفر الامام. كيف تردينه 7 تردينه مدورة، شيء راجع ذوقك. نجي نشرح على الخياط. اول شيء الخياط شو نسوي؟ نبدي نشتغل بحفرة الرقبة. اذا مثلا بنية مبتدئة
بامكانها تخيط كتف واحد، وهنا تخلي قراجه من هاي اللي مثنيه منها قراجه حاشيه، لان انتم ما راح يزيد عندكم قماش، لان خليتوا القماش كله طبقتوا 4 وما بقى عندكم شيء، يبقى عندكم بس هالمات الجوانب ما راح تكفيكم بشيء، تصير تلزق، فتخلونه قراجه. او طريقه ثانيه تجيبون غير قماش وتخلوا له تبطينه، هاي التبطينه اللي تجي بهالطريقه هذه، والخلف نفس الشيء راح تجي عليكم من الخلف قماش ثاني، بس تختارون شيء مقارب إلى مثلا. أو حالة ثانية إذا أنت قوية بالخياط خيطي الكتاف اثنيناتهم وخلي القراجة، وهنا النهاية مالت القراجة اثنيها وصعدي واحدة على واحدة وخيطيها، يبقى عندك شنو؟ بس هاي الاتجاه الثاني لما خلنا رسمه، وهم يجي بهالطريقة هاي، تجين هنا التركيب 25 ما تخيطينه يظل مفتوح على حتى الايد تفوت بيه. ومثل ما قلت لك اذا في حاله تردينه مستور ما يبين من جسمك شيء، هنا تدخلين 15 سنتي او 12 سنتي، خلينا على 15 سنتي، نجي نسوي بهالطريقه هاي، نجي هذا ناخذ خياط نوصل للزاويه نبي ننزل، يعني هذا مجرد خليني اشير لكم بهالطريقه حتى تعرفون انه هاي خياط خيط. يعني قبل لا تخيطون هاي المرحله، اول شيء تسوونه تخيطون هاي يا اما تثنينها ضربينها اوفر وتثنينها تنيق كلش خفيفه، يا اما تثنينها وتخلين عليها دانتيل. والحل الثالث مثل ما خليتي للرقبه حاشيه قراج حاشيه، تخلين بالنهايه هم قراج حاشيه، لان هاي المنطقه بصعوبه تصير منظرها حلو من تنكف، فحطي لها دانتيل او قراج يكون احسن. كملتي اخر مرحله عندك هذا الخياط، خيطينه من الى هنا لهاي الزاويه وهنا بتنزلين هاي الزاويه حتى القراجه او الدانتيله تدخل من ضمن الخياط، ويكون ان شاء الله هذا الشرح واضح عليكم ان شاء الله، ويسعدكم الدعاء.